السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام. أتمنى من الله تكونوا في تمام الصحة والعافية. لو أول مرة بتتابعونا على القناة من فضلك اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. إليكم نشرة أخبار مصر اليوم. العناوين: الأرض بلعت العربيات، هبوط أرضي مفاجئ بعد نفق زهراء المعادي على طريق القطامية السخنة. مصروفات المدارس العام الدراسي الجديد وقرار عاجل. موعد تطبيق التحويل من الدعم العيني ببطاقات التموين إلى نقدي. التفاصيل: توضيح مهم بشأن خطوات التظلم على خصم الرصيد بالعدادات مسبقة الدفع. مصراوي: التوقيت تصدر قرارا مهما بشأن الخبز المدعم وإمكانية صرفه. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026 في مصر والإجازات الرسمية المتبقية. زيادة الدعم ل200 جنيه، وهذه خطوات التحديث بطاقات التموين. بطاقات تحديث الأرض بلعت العربيات، هبوط أرضي مفاجئ بعد نفق زهراء المعادي على طريق القطامية السخنة. طلع هبوط أرضي مفاجئ بعد نفق زهراء المعادي على طريق القطامية السخنة عدد من السيارات من معطل الحركة المرورية. تم إبلاغ غرفة مرور القاهرة وتم الدفع بعدد من الأونشة لسحب السيارات التي هبطت بطريقة مفاجئة دون تسجيل خسائر بالأرواح. وتكثف الخدمات المرورية جهدها حاليا سحب السيارات المتضررة وتيسير حركة المرور ومنع التكدسات في حين انتقال فريق من المهندسين والفنيين التابعين للمحافظة والجهات المعينة لمعاينة موقع الهبوط بهدف الوقوف على أسبابه الفنية والبدء في أعمال الإصلاح الفوري لإعادة الطريق إلى طبيعته. موعد تطبيق التحويل من الدعم العيني ببطاقات التموين إلى نقدي. التفاصيل في الوقت الذي يتساءل فيه الكثير عن موعد بدء تنفيذ منظومة الدعم النقدي، حيث تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لبدء التحويل من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط لصرف السلع والمنتجات الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية. ورغم التصريحات الأخيرة عن بدء التطبيق اعتبارا من بداية العام المالي المقبل، إلى أنه حتى الآن لم يصدر بيان رسمي شأن تحديد الموعد النهائي للتطبيق. وكان اليوم السابق انفرد بنشر السيناريوهات المطروحة من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن منظومة التحويل من الدعم العيني إلى النقد، حيث يتمثل المحور الأول في دخول منافذ جديدة ضمن منظومة صرف السلع الغذائية مثل فروع كبرى الشركات التجارية والمتاجر الغذائية. تحرص الوزارة حاليا على إشراك السلاسل التجارية الكبرى التي تمتلك فروعا في مختلف المحافظات بهدف استفادة أكبر عدد من المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية من هذه المنافذ، بدلا من اقتصار صرف السلع على منافذ الشراكات القابضة للصناعة الغذائية والشركات التابعة وبقالين التموين. تصدر قرارا مهما بشأن الخبز المدعوم وإمكانية صرفه. أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيها جديدا يمكن أصحاب البطاقات التموينية من صرف حصص الخبز البلدي المدعوم من المخابز البلدية بالمحافظات الساحلية دون الالتزام بالمحافظة المسجل بها صاحب البطاقة، وذلك تيسيرا على أصحاب المواطنين خلال موسم المصايف. وقال مصدر بشعبة المخابز المصرية اليوم أن النظام يسمح للمواطنين بصرف الخبز المدعم من أي مخبز بلدي أو منفذ معتمد داخل المحافظات الساحلية، بما يضمن استمرار حصول الأسر على مستحقاتها من الخبز أثناء قضاء الأجازات الصيفية خارج محافظاتهم الأصلية. وأكدت المصدر بوزارة التموين أن الخدمة تقتصر على صرف الخبز البلدي المدعم فقط، بينما يستمر صرف المقررات التموينية والسلع المدعومة من المحافظات الأصلية التابعة للبطاقة التموينية وفقا للضوابط المعمول بها في منظومة الدعم. وتشمل المحافظات والمناطق التي تم تفعيل الخدمة
بقى مطروح والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والبحر الأحمر جنوب سيناء، بالإضافة إلى عدد من المصايف راسين بينها راس البر بمحافظة دمياط وجمصة بمحافظة دقهلية وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وقد تستقبل عدد كبير من الزائرين خلال أشهر الصيف. موعد أجازة المولد النبوي الشريف 2026 في مصر والأجازات الرسمية المتبقية. تزايد بحث المواطنين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص داخل مصر عن موعد أجازة المولد النبوي الشريف 2026 التي تعد من الأجازات الرسمية مدفوعة الأجر التي تمنحها الدولة سنويا احتفاء بذكرى مولد النبوي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في انتظار الإعلان الرسمي عن موعد العطلة وفقا لقرار مجلس الوزراء. متى يحل موعد أجازة المولد النبوي الشريف 2026؟ يوافق المولد النبوي الشريف 2026 يوم الأربعاء 26 أغسطس وفقا للحسابات الفلكية، ويعد من أبرز المناسبات الدينية الذي يحتفل بها المسلمين في مصر والعالم الإسلامي، كما تمنحها الدولة سنويا كأجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في مختلف القطاعات احتفاء بذكرى مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. هل سيتم ترحيل أجازة المولد النبوي الشريف 2026؟ حتى الآن لم يعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أي قرار رسمي بشأن ترحيل أجازة المولد النبوي الشريف 2026 إلى نهاية الأسبوع. من المنتظر أن يتم حسم الأمر والإعلان عن الموعد الرسمي للأجازة عبر بيان يصدر عن مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة وفقا لآليات المتابعة في تنظيم الأجازات الرسمية. زيادة الدعم ل 200 جنيه، وهذه خطوات تحديث بيانات بطاقة التومين. يواصل عدد كبير من المواطنين البحث عن خطوات تحديث بيانات بطاقة التومين بهدف ضمان استمرار صرف الدعم التوميني والسلع المكررة دون توقف، إضافة إلى شروط الإقصاء لغير مستحقي الدعم. تحديث بطاقة التومين إلكترونيا تحت وزارة التومين والتجارة الداخلية. خدمة تحديث بيانات بطاقة التومين عبر منصة مصر الرقمية ضمن جهود الدولة تحويل الرقمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يساهم في رفع دقة البيانات المسجلة وتحسين كفاءة إدارة منظومة الدعم. أكدت الوزارة أن تحديث البيانات بشكل صحيح يمثل أحد المتطلبات الأساسية لاستمرار الاستفادة من الدعم التوميني، كما يساعد في تحقيق العدالة في توزيع الدعم وضمان وصولها إلى الفئات أكثر احتياجا واستحقاقا. تنقية البطاقات وضمان وصول الدعم لمستحقيه. أوضح محمد شتا مساعد وزير التومين للخدمات الرقمية أن عملية مراجعة وتنقية البطاقات التومينية تتم وفق مجموعة من المؤشرات التي تقاس مستوى الدخل والظروف المعيشية بهدف استبعاد غير المستحقين مع الحفاظ على حقوق الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل. بعد بيان وزارة المالية موعد صرف مرتبات يوليو 2026 للموظفين بزيادة تفاصيل، كسرت عملية البحث حول موعد صرف مرتبات يوليو 2026 خاصة مع انتظار فئات المواطنين تطبيق قرار الزيادة الجديدة للأجور بحسب معلومات وزارة المالية، وخلال السطور التالية نرصد التفاصيل. موعد صرف مرتبات يوليو 2026. كشفت وزارة المالية أن يوم 24 يوليو 2026 موعد لبدء صرف مرتبات العاملين بالوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، على أن تستمر عمليات الصرف لمدة 5 أيام متتالية وفقا للجدول الزمني التي تضعه وزارة لتجنب التكدس وتيسير حصول الموظفين على مستحقاتهم. صرف مرتبات يوليو. أوضحت وزارة المالية أنه تم التنسيق مع الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية للدولة للعمل على صرف مرتبات يوليو في موعدها، ومن المقرر أن تتيح مستحقات العاملين في مكانات الصرف الآلي ATM التابعة لكافة البنوك العاملة في مصر والمكاتب البريدية. زيادة المرتبات 2026. أكدت الحكومة أن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه سيتم تطبيقها رسميا اعتبارا من 1 يوليو
2026 بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027، وتشمل زيادة جديدة مختلف الدرجات الوظيفية داخل الجهاز الإداري للدولة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام.